السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ما تتخضوش من المنظر الغريب ده، هو مش غريب ولا حاجة. المنظر ده بيتكرر باستمرار، كل يوم هنشطب المطبخ وننضفه ونخليه زي الفل، هيرجع يبقى كده تاني. طبعا والغسيل ما شاء الله، الغسيل كمية الغسيل اللي عايزة تتغسل رهيبة. هنسمي بسم الله كده وهنبدأ يومنا ان شاء الله كده، ونستعين بالله على قضاء حوائجنا كده، ونسمي بسم الله كده ونأدي فرضنا، نصحى الصبح بدري، البركة في البواكير. شايفين المنظر؟ منظر الدنيا مقلوبة، الصالة متبهدلة متبهدلة متبهدلة، اوضه النوم اللي بيغير فيها مبهدلها بالشكل ده، اوضة ولادي زي ما انتوا شايفين. معلش كانت الاضاءة بس كان النور قاطع. شايفين طبعا عملنا انقلاب رهيب رهيب في الشقة كلها، قلبنا فوقاني تحتاني كله 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 قلبناه. نظفنا تحت السرير، شلنا الكراسي وشلنا كل حاجة، وجنب النيش وكله شلنا كله فوق وتحت، وشلنا الانتريه ونظفنا، وشلنا تحت السرير هنا نظفنا في اوضة البنات، ولمعنا الخشب، واخدين الشقة اوضة اوضة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا المطبخ انتوا شفتوا منظره في الاول، استعنت بالله اول حاجة دي بدأت فيها. لما المطبخ بيتروق وبيتنضف تحس ان في طاقة ايجابية كده، انت اتفتحت ان انت تكملي بقية الشقة. لكن لو المطبخ مش نظيف مش هتحس بطاقة ايجابية ولا حاجة، وهتفضلي متعبة وهتحس ان انت مش عارفة فين وتبدأي من فين. اول حاجة بدأت نظفت الرخامة وفوق الفرن. طبعا انتوا شفتوا في الاول كان منظر عجب العجابة. جبت اي قماشة صوف، اي هدوم قديمة صوف او اي هدوم بمسكها احط عليها منظف، او احط عليها خل ومية الليمون المتنقعة اللي وريتها لكم قبل كده، وحتة سائل مواعين مخفف، وبمسك الرخامة بنضفها، والبوتاجاز بلمعه، والفرن الجديدة دي اللي وريتها لكم في ريفيو قبل ده بنضفها. وهجيب برضو تحت المطبخ وتحت البوتاجاز بمسكه او منضفه تنظيفة حلوة. بدأت طبعا في اوضة البنات، كانت معفنة بمعنى الكلمة، والشقة كلها كانت مقلوبة ومعفنة. مسكناها وروقناها، خلينا السرير فرشناه بالشكل ده. دي اوضة البنات، وتلمعت السراير وتلمعت الدواليب. واوضة الولاد برضو نظفتها وفرشت لها ملاية جديدة بالشكل ده اهو، بقيت زي الفل. وكمان الانتريه طبعا انت شفتوا المنظر في الاول كانت الدنيا عامله ازاي فيه، نفضناه وكنا شايلين من تحته، شلنا من تحته السجاد والفرش ونضفناه تنفيضه حلوه ونفضناها، وكنا غاسلين الفرش ونضفناها. انتوا طبعا شفتوني كده اول كده كميه الهدوم اللي كانت عايزه تتغسل. بعد ما نضفنا الشقه التنظيفه الحلوه دي وغسلنا المواعين اللي في المطبخ وعملنا كل حاجه، طبعا باستعانه من ولادي وزوجي، ربنا يدي الصحه يا رب. فكل واحد مسك له حاجه ونضفها، كل حاجه، خليت اولادي لكل شخص مسك جزئيه اللي تخصه ونضفها. وطبعا مسكنا الصاله، طبعا شفت منظرها كان معفن ازاي، اتنضفت تنظيفه حلوه. وفي الوقت ده يعني انا بادئه في كده، وبدخل بحط حتى في الغساله، يعني غسالة العاديه بحط فيها اهو مشغلاها، حطيت فيها الفم الابيض في الاول، بيخلي بحط يعني خلطه كده بتخلي الغسيل زي الفل. انا بستخدم باهي زي ما وريته لكم واوكسي، الاتنين مع بعض بخلطهم على بعض، معيار الغطاء بتاع الازازه كلور، وبغسل. ساعات بحط ملح اللي هو بتاع الطعام، بينضف وبعقم وبيدي للغسيل كده رونق وجمال حلو جدا. وطبعا بزهر، طبعا انا غسيلي بغسل في غساله، فبزهر في حاجه خارجيه، بحط حته اريال وحته زهره بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبزود بالميه وادوبهم، وبقى ازهر فيها بقى الابيض والحاجات اللي كده مزهزهه اللي مديه على لبني او كده، بزهرها تزهيره كده حلوه خفيفه، لا زهره تقيله ولا خفيفه، زي ما انتم كده لونها كده وسط، هي دي اللي بزهر فيها. وطبعا زي ما انتم متعودين، اشوف وريتكم قبل كده، انا بملى في البانيو بصبانه تصبينه حلوه، بملاه ميه ومعطر، وبستخدم اوكسي او برسل جل في الشطف.
طبعا ما نسيناش نفسنا، حضرت دخلت كمان كل ما بحط فم وبروح اشطفه بحطه في الغساله تتعصر واروح اجهز حاجه. عملت حته دين فطار، فهو ده الفطار التمام بتاع يوم الجمعه. عايزه اقول لكم الحكايه دي والقصه دي كلها حصلت يوم الجمعه، كان روتين يوم الجمعه. جبت عجين الطعميه بصراحه جاهزه من مطعم جميل، وعملت جبنه بطه وبطاطس مقليه وباذنجان مقلي وفلفل مقلي وفطرنا والحمد لله. طلعت بقى على المنشر بتاعي، مسكت الحبال نظفتها كويس وبعد كده نشرت فيها الغسيل، وكان يوم سلس كده وجميل وكله كان نشاط وكله كان شغال. جبت بعد كده راس توم قشرتها ودقتها في الهون. وعايزه اقول لكم الخطوه اللي انا بعملها دي في التوم دي طعم رهيب جدا. بدق التوم مع قرن فلفل بملح مبهر في الهون، وبعد كده بدقهم كويس اخرط بصله وادقها كمان كده بحيث ان تطلع عصارتها بتاعت البصله وتمتزج بالثوم والفلفل. تمام. بعد ما تدق دقه حلوه كده اخدها اطش بيها على النار بمعلقه سمنه بحبه زيت باللي بتستخدميه معاكي والماده الدهنيه يعني اللي بتفضليها. تمام. بطشها وبعد كده بحط الفراخ او اللحمه اوفر عندي بسقط عليها اللحمه قصدي او الفراخ، وبعد كده اشوحها تشويحتين. وبعد ما تشرب كويس قوي من اللحمه او الفراخ بزود عليها الميه تدريجي. عايزه اقول لكم نصيحه، ما تزوديش الميه مره واحده في الفراخ او اللحمه، هيديكي طعم الشوربه كده مش حلو والطعم القوي اللي هتلاقيه من الشوربه. عايزه اقول لكم على حاجه، ما تستهونيش اليوم بيعدي بسرعه. استفادي من يومك واستغليه صح، ابدأي من يومك من اوله صح. ما تقوليش انا هفتح، يعني في ناس بتنتقدني بتقولي انت بتفتحي في كذا شغله في وقت واحد. انا بفتح في كذا شغله في وقت واحد، بس في الاخر الحمد لله بنجز فيهم، وعلى اخر اليوم بحس ان انا نفسي كده مرتاحه ومخلصه كل حاجه وابقى مبسوطه كده وسعيده ان انا يومي استغليته صح. اهو زي ما وريتكم زي ما قلت لكم، بعد ما طشيتها بالسمنه او الزيت نزلت عليها الفراخ وشوحتها كويس وضفت الميه تدريجي، يا دوبك تاخد ضفت كوبايه ميه اول ما تغلي كده وتشرب من شربتها كويس. بعد كده ازودها كفايتها من الميه اللي هتكمل سواها فيها. بصوا هتديكم طعم شوربه والله هتدعولي عليه. جربوا بس الطريقه بتاعه الهون، انك تدقي الثوم والبصل في الهون هيديكي طعم رهيب. في الوقت ده عملت برضو طاجن لحمه وكان انا حطيت لكم صوره مشابهه ليه، لان هتشوفوا فيديو قبل كده انا كنت عامله نفس الوصفات دي، فانا مش مصوره الخطوات الاخيره، فانا الاكل هو اللي كنت انا عاملاه. حطيت لكم صور قديمه ليه، هو بس نفس صينيه الفراخ بالبطاطس وصينيه المكرونه بالبشاميل منظرها بصراحه تحفه. طبعا ما نسيتش الحلو عشان الولاد، عملت كيكه التايجر زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله نافشه وجميله وزي الفل. بصوا الكيكايه كده طالعه تحفه، بتتكلم عن نفسها كده وطريه وهشه. بتبرد خالص قطعيها وبعد كده تشيليها في علبه تدي منها لولادك في المدرسه الصبح في اللانش بوكس. مثلا خلاص خلصت شغل البيت وقاعده ومرتاحه تمام كده انت وجوزك مثلا او انت واولادك بتتفرجوا على التلفزيون، تعملي مع الشاي وتاكلي وتبقى زي الفل. طبعا بعد ما خلصت انا شغل المطبخ ما نسيتش المطبخ، لمعته التلميعه اللي هي بصوا نظفت الارضيه تمام التمام برضو نفس النظام اللي عملته في الاول زي ما وريتكم. لمعنا الخشب ولمعنا الارضيه ولمعنا الرخامات، وزي ما قلت لكم اي قماش قديم عندك مش شرط تجيبوا فوط جديده وفوطه للرخامه وفوطه مش عارفه ايه، طالما في اخر النهار او في اخر الغسيل بتمسكي الهدوم دي بتغسليها الحتت بتاعه المطبخ وفي الاخر تعقميها بميه وخل وتعطريها بمعطر هتبقى زي الفل، وتشطفيها شطفه حلوه كده وتنشريها في الشمس تقتل الميكروبات اللي فيها، استخدميها زي ما انت عايزه. الدنيا دلوقتي ما تستحملش ان كل شويه نجيب فوط ونجيب حاجات وكده، كل حاجه نستغلها ونستفاد منها استفاده صح. طبعا لمعنا البوتاجاز وغسلناه وخليناه زي الفل، والفرن زي ما انتم شايفين كده هي جديده بس برضو فرحانه بيها، انا برضو بلمعها ومديها حقها كويس، يعني عايزه اقول لكم اني فرحانه بيها بشكل فظيع.
كان البوتاجاز هنا لوحده، بوريكم صورة البوتاجاز كان هنا لوحده، وده شكله يما الفرن بقيت جنبه. بصوا الفرن هي قد البوتاجاز بالظبط، صغننه كده، وهتنفعنا ان شاء الله باذن الله، واستقبل بها رمضان وكل سنه وانتم طيبين. رخامتي هي تمام التمام وزي الفل وبتلمع وبتبرق. الحوض بتاعي زي الفل. واوض ولادي فل وقشطه. عايزه اقول لكم ما تتصوروش الراحه النفسيه بعد ما تخلصي شغل البيت واخر اليوم. عارفه التعب اللي هتتعبي طول اليوم، هتحسي ان خلاص اتبخر وراح. هتبصي على النظافه وشكل النظافه وشكل جمال الشقه كده، هتبقي مرتاحه نفسيا خالص. طبعا كله ده هيروح في الوبا، راحت في الوبا هنادي بعد ما الولاد يصحوا الصبح ويبهدلوا لنا كل اللي عملناه ونعيد الكرة من اول وجديد. بس الحمد لله ربنا يدينا الصحة ونشتغل وننظف، وهم ربنا يديهم الصحة كده ويخليهم لنا يا رب. طبعا اخر اليوم احنا عملنا كل اللي علينا كده، نروق ونقعد بالليل كده، نقعد لنا كده ساعة ولا نص ساعة كده قدام التلفزيون قبل ما ننام، ونتفرج على التلفزيون. نعمل لنا كوباية كاكاو بلبن، سحلب، نسكافيه، اللي تفضليه. ويا رب يكون الروتين بتاعي جميل ومريح بالنسبة لكم. استودعكم روتين شامل، تنظيف وغسيل وطبخ وعمل حلو وتحضير فطار وتنظيف من الاعماق للمطبخ ومن الاعماق للشقة كلها. وطبعا الكفاءة نفسنا في الاخر قدام التلفزيون بكيك وشاي، واحلى يوم والحمد لله. وربنا يعيننا يا رب على عيشتنا وعلى حياتنا. وروتين روعة بصراحة وجميل جدا جدا. يا رب يكون مستفاد بالنسبة ليكم. وشجعوني بقى اعمل لكم، لو عجبكم الروتين شجعوني اعمل لكم روتينات كتيرة بعد كده. وطبعا مرتاحين نفسيا، مطبخنا زي الفل ونضيف اهو، والحوض نضيف وزي الفل اهو. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.